أمها حبستها في البدروم لمدة 25 سنة. بلانش مونيه بنت جميلة وذكية من عيلة فرنسية راقية في مدينة بواتيه. سنة 1876 حبت محامي بسيط من طبقة فقيرة، ولما فكرت تهرب علشان تتجوزه أمها عرفت وقررت تعاقبها. حبستها في قبو البيت ضلمة وما فيهوش تهوية ولا شباك، وكانوا بيدخلوا لها الأكل بالعافية علشان تعيش. فضلت على نفس الحال ده لمدة 25 سنة. حتى المحامي اللي كانت بتحبه مات، ومع ذلك ما خرجوهاش، وده بيأكد إن الموضوع كان فيه نية تانية غير العقاب، وغالبا كان بسبب الورث اللي سابه أبوها قبل ما يموت. طول ال 25 سنة بلانش كانت بتصرخ، وناس كانت بتسمع صوت استغاثة من البيت، بس ما حدش بلغ ولا اتدخل. ولما الناس سألوا عن بلانش كان الرد إن هي تعبانة وما ينفعش تشوف حد، والكل صدق. لحد ما في يوم سنة 1901 وصل للشرطة بلاغ من مجهول مكتوب فيه: في بيت مونيه جريمة بتحصل من سنين في الأوضة المقفولة. الشرطة دخلت لقوا بلانش على سرير حديد مربوطة وحواليها حشرات وريحة لا تطاق ومنظر بشع. أما أمها كانت عايشة حياتها عادي وبتخرج وتضحك وتحضر حفلات، واتقبض عليها لكنها ماتت قبل ما تتحاكم. واخوها اتحاكم فعلا لكن اتبرأ بحجة ان هو ما كانش مسؤول قانونيا عن اخته. اخوها بعد اللي حصل باع كل حاجة ونقل في بيت لوحده بعيد عن الناس، ومات لوحده في 1913. بلانش اتحبست في الأوضة وهي في العشرينات، وخرجت منها وهي في الخمسينات، ولما خرجت اتحجزت في مصحة نفسية وعاشت فيها لحد ما ماتت سنة 1913.